السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بينا نستكمل جولتنا في رحلة البحث عن افضل اماكن استندات في الوكالة بالتيكت، واللي كنا بدأناها من اسبوع تقريبا، وحاليا احنا في الوكالة تحت الكوبري. الوكالة تحت الكوبري او ناحية الاسعاف. خلينا متفقين بقى ان الحكم دايما بيكون على حسب ذوق وامكانيات كل حد فينا. يعني النهاردة الاستندات اللي بنشوفها موجودة عند مستشفى الجلاء. احنا صورنا الجزء اللي قبل كده من اول خروجنا من محطة جمال عبد الناصر لحد ما وصلنا هنا عند السور اللي جنب مستشفى الجلاء. التصوير ده من جولتنا في الوكالة تحت الكوبري يوم الجمعة. طيب هتسألوني هل في لبس في المنطقة دي كمان يوم الحد ولا لأ؟ هقول لكم أيوة، بيكون موجود. أول ما نخرج من المحطة بيقابلنا استندات اللبس في الأيام العادية، لكن يوم الحد عشان معروف إن هو بيكون سوق كبير فبتكون الاستندات بعيدة شوية عن مكانها اللي احنا متعودين عليه. أنا طبعا هنا التصوير بتاعي للاستندات بيكون عشوائي. يعني ايه عشوائي؟ عشان انا الكلمة دي قلتها لكم قبل كده في كذا جولة. معنى كلمة عشوائي ان انا بصور الاستندات كده، مرة هتلاقي السعر قليل ومرة عالي وينزل تاني ويطلع وهكذا. يعني انا مش بادئلكم من سعر محدد، لا سعر عالي ولا سعر قليل، بالعكس احنا ماشيين كده حسب الاستندات ما هتودينا. انا شايفة طبعا الجواكت في المنطقة دي وهتشوفوها معايا، هيكون انتوا هتحكموا بقى سعرها عامل ازاي، هنشوفها مع بعض. انا شايفاها كتير قوي في منطقة الوكالة تحت الكوبري او ناحية الاسعاف، وبالاخص هنا احنا دلوقتي عند مستشفى الجلاء. هتلاقي برضو لبس اطفالي حلو، والسعر زي ما احنا شايفين 35 جنيه. سويت شيرتات هتلاقي بالسعر الجميل ده. 35 سعرها حلو مش وحش. يعني انا مش بيقابلني السعر ده في الوكالة في مناطق كتير قوي، بيبقى من اول 65 و50. فهنا حلو قوي ان احنا نلاقي ستاند عليه 35 جنيه. تمام كده. هنا برضو بصوا السلوبيت ده مثلا تقيل قوي وحلو، وطبعا كل الشغل بيكون ماركات زي ما احنا متعودين وعارفين الكلام ده. الوكالة كلها ماركات. احنا هنشوف مع بعض السعر، مرة هيطلع فوق ال35 ومرة هينزل وهكذا طول ما احنا ماشيين. كمان اللي جواكت الرينج بتاعها هنا في المكان ده حلو قوي. ما تنسوش ان احنا التصوير يوم الجمعة. يوم الجمعة المفروض اللبس بيكون سعره عادي، ما بيبقاش قليل عن الحد، لا بالعكس الحد بيكون السعر اقل شوية. لكن النهاردة المكان ده بالذات بتلاقوا فيه السعر حلو. يعني دايما تلاقوا سواء يوم جمعة سواء اي يوم تاني في ايام الاسبوع، هنا اعتقد اقل سعر. يمكن المرة اللي فاتت قابلنا استندات حلوة قوي للجلاليب البيتي الشتوي، وقابلنا كمان بصوا قطع بالتيكت اهي زي ما احنا شايفين على ستاند. زي ما انتم شايفين السعر هنا عامل ازاي، ونقدر بعد كده نعمل مقارنات وهنزلها لكم في فيديوهات تانية. يعني جولات تانية حلوة هنعمل بقى مع بعض مقارنات كده، نعرف نشتري من انهي مكان بالظبط في الوكالة. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي التيكت. كمان بيقابلني كتير استندات فيها قطع بالتيكت، وطبعا بتبقى ماركة. يعني حتى كمان السعر، بصوا سعر بلدها اهو عليها هنا 19 دولار زي ما انتم شايفين. فطبعا هنا حلو قوي، يعني حلو ان احنا نلاقي حاجات بالتيكت. طبعا في ناس عارفة ان احنا بنعمل مشاريع من الجزء ده. الحاجات اللي هي بتبقى بالتيكت ممكن ناخدها لو مناسبة وشكلها حلو فعلا، وبتبقى موضة مثلا، موضتها حلوة مش ما بطلتش وكده، اقدر اخدها وابيعها اونلاين. او لو عندي مثلا محل بضيف عليه، لو عندي شنط او حاجة ممكن اخد حاجات زي كده واضيفها عليه، بتبقى حاجة حلوة قوي مميزة ان يبقى عندي حاجة ماركة وسعرها حلو قوي تجذب معايا الزبون. طبعا احنا بنشوف هناك، يعني وانا بعمل جولاتي كده بلاقي الناس بتشتري كميات من اللبس من على الاستندات عادي خالص. يعني مش بيدخلوا محلات ولا بيكلموا تجار وكده. ليه بقى؟ لان السعر على الاستندات بيكون حلو قوي، ناخد من عليها قطعة لقطة ونشتغل فيها، بتبقى جميلة جدا. تمام. هنا برضو السعر قابلني 65 عليه قطعة كده سواريه حلوة اهي. بصوا انا بحاول اقربها لكم بحيث تشوفوها اكتر وتشوفوا تفاصيلها. عاوزة برضو افتكرت حد كان كاتب لي سؤال كده عن اللبس في الوكالة، اروح الوكالة يوم ايه؟ طبعا الوكالة طول الاسبوع هتلاقيها فيها لبس. يعني اي يوم تروحي فيه في الاسبوع هيكون فيه لبس عادي جدا وبنفس برضو الكواليتي والحاجات دي كلها. لكن يوم زي يوم الجمعة بيكون فيه الاستندات بتبقى لأول مرة بتتعرض، يعني الحاجات اللي فيها بتبقى لأول مرة بتتعرض. بصوا هنا برضو بليزر اهو بالتيكت بتاعه
يوم زي يوم الاثنين برضو في بعض التجار بتنزل الشغل جديد على الاستندات، لكن يوم الحد بيكون مثلا تصفيات للمعروض طول ايام الاسبوع، وبيكون في برضو فروشات يوم الحد ده، فروشات موجود عليها لبس كتير جدا، ممكن سعرها يوصل مثلا يكون 5 جنيه 10 جنيه، ممكن كمان جنيه، وده ما بيبقاش موجود في اي يوم تاني من ايام الاسبوع. والسعر عامة يوم الحد بيكون اقل من الجمعة ومن اي يوم تاني، يعني بيكون اقل من يوم الجمعة من اي يوم تاني. بصوا هنا الجواكت هنا ما شاء الله تحفة، السعر بتاعها 175 جنيه، ده مش هنلاقيه كتير في الوكالة. يمكن برضو في نفس المكان، يعني في نفس المنطقة هنا انا لقيت السعر يوصل 200 و250، بس طبعا حسب البالة شكلها ايه، او الحاجات درجتها، درجة البالة بتاعتها عاملة ايه. بس انا شايفة الجواكت هنا حلوة جدا ما شاء الله، وسعرها برضو مناسب، يمكن اقل من اي مكان تاني قابلناه في الوكالة. هنا برضو السعر 175 عليه جواكت شكلها ايه، تعالوا نشوف مع بعض اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا جايين قبل ما انسى، احنا جايين النهارده الوكاله تحت الكوبري او ناحيه الاسعاف او عند مستشفى الجلاء، كل الجزء ده انا ببقى جايه الوكاله عن طريق محطه مترو جمال عبد الناصر، سهل جدا توصلوا لها. انتوا بس لما تروحوا محطه المترو اسالوا روح جمال عبد الناصر ازاي، هيقولكوا على طول، الناس متعاونه، اي حد هيجاوبكوا عادي جدا، يعني لو لقيتوا مثلا حد من اللي شغال في المحطه هيجاوبكوا بسهوله. تمام. هنا برضو عندي جواكت اطفال، بصوا سعرها كام، وشوفوا شكلها ايه كمان، حلوة قوي. هي قط كده، نلاحظ نخلي بالنا احنا عاوزين حاجة قط ولا حاجة كم، نركز عشان انا كنت بقع في المشكلة دي قبل كده. كنت بنزل ببقى عايزة اجيب جواكت والاقي سعرها حلوة قوي بس قط، وانا ببقى عايزة اساسا كم، وكنت باخدها وامشي، الحقيقة ما كنتش باخد بالي من النقطة دي خالص. هنا برضو شوية سروبتات كده، او سروبت كده على اول ستاند اطفالي، صوف كده وجميل، وطبعا اللبس كله ماركة زي ما احنا متفقين قبل كده. تمام. انا جايه الناحيه دي، يبقى جايه محطه مترو جمال عبد الناصر، يعني انا عنوان وكاله البلح اصلا هو بنقول دايما ايه، وكاله البلح بولاق الجديد، بولاق ابو العلا اسعاف، بنقول بولاق ابو العلا اسعاف، ده عنوان الوكاله. عشان الناس بتقولي هي الوكاله دي فين او كده، اسمها كده وكاله البلح، اسمها ايه، بولاق ابو العلا اسعاف. وبنيجي بقى عن طريق محطتين، يا اما محطه مترو جمال عبد الناصر، والمحطه الجديده اللي بقى لها اكتر من سنه تقريبا محطه مترو ماسبيرو. ماسبيرو دي بتنزلنا قريب قوي من مطعم زكي السماك وشارع بولاق الجديد وشارع 26 يوليو، وكمان ناحيه الكورنيش، يعني قريبه للكورنيش اكتر. بصوا هنا المنطقه دي، انا هنا بصوا شايفين انا فين، دخلت جوه السور بتاع المستشفى كده، واحنا رايحين الممر كده، هو عامل زي الممر كده. تمام. بيودينا فين بقى الممر ده، لما بنمشي منه كده ونطلع بنروح ناحية شركة الكهرباء. تمام كده. بصوا شوية كاردي كده وحاجات جميلة قوي، ولقيت سعرها فعلا حلو جدا. بصوا يعني حاجة زي كده ما شاء الله تقيلة، وماركتها حلوة برضو. بصوا هنا ماكس اهي، انا بسيب لكم السعر مكتوب على الفيديو، بحيث ان انتوا ايه، لو انا نسيت اقوله تبقوا انتوا فاكرينه معايا او شايفينه، لان ناس كتير قوي بتسالني ما بتقوليش السعر وكده، لا انا بحطه لكم على الفيديو، علشان انا احيانا بنسى وانا بتكلم معاكم وارد على الاسئله اللي بتبعتوها خلال الجولات، فبحب احط لكم الرقم او السعر هنا على طول. بصوا عنده شويه حاجات كده قمر، وهنا اسعار الجواكت هتعجبكم قوي كمان. بصوا الكاردي، الحاجات هنا على فكره، اللبس هنا، اللبس الشتوي في المكان ده حاساه اشيك شويه واحلى، يمكن في حاجات طويله زي ما احنا حابين، وفي حاجات واسعه، في حاجات مقاساتها جميله برضو كمان. تمام. بصوا هنا حاجات جميله جدا. بصوا هنا السعر 120 في المنطقه دي. شويه حاجات بقى هوريها لكم دلوقتي حالا، وده كان اعلى شغل عنده، وكمان اعلى سعر اللي هو 120 جنيه في الممر ده. تمام. بصوا عنده شوية سويت شيرتات وحاجات كده، هنشوفها مع بعض هل تستاهل ولا لا. انتوا بقى طبعا بتقدروا تحكموا زي ما اتفقنا على حسب احنا محتاجين يعني حاجة شكلها ايه، او مثلا ذوقنا ايه في اللبس او كده، او احتياجاتنا، او كمان الامكانيات، كل ده بتقدروا تحكموا على المكان من خلال الحاجات دي.
ما اقدرش انا احكم لكم على الحاجه خالص، انا بس بوجهكم كده، اقول لكم مثلا المكان ده فيه السعر كذا، ده المكان ده سعره كذا، الحاجه هنا درجه البلا فيها عاليه، الحاجه هنا درجه البلا فيها متوسطه مثلا او قليله. ده اللي انا بقدر اعمله. كمان انا الفتره اللي فاتت الحمد لله قدرت ان انا اصور لكم في محلات لبس، سواء محل لبس حريمي او محل لبس اطفالي. طبعا الحاجات دي هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف، يعني تحت الفيديو على طول، او في هتلاقوها عادي على القناة كده. ممكن تدخلوا على قائمة تشغيل اسمها جولات، هتلاقوا عليها كل اللبس بقى اللي احنا او الجولات اللي احنا صورناها مع بعض في الاخر، بتلاقوها بالترتيب دايما. تمام كده. بصوا، في برضو ناس بتسأل سؤال كده، بتقول مثلا عاوزين نروح الوكالة، عاوزين نشتري لبس، نروح الوكالة ولا نروح العتبة؟ الصراحة مفيش اي يعني مفيش اي تشابه خالص في اللبس بين اللبس في الوكالة واللبس في العتبة، تماما مفيش اي تشابه خالص خالص. يعني خلينا ان احنا نسأل السؤال ده، يمكن الناس مثلا ما شافتش فيديوهات كفاية او جولات كفاية، او ما تعرفش اللبس في الوكالة شكله ايه. اللبس في الوكالة بيكون كله ماركات، حاجات فيها بالة، وفي حاجات استوكات يعني، او نقدر نقول في حاجات بالتيكت، وفي حاجات مستعملة استعمال خفيف، وفي حاجات بتبقى مهلوكة او متوسطة، وفي مهلوكة. يعني كل حاجة موجودة في وكالة البلح، بس الشغل كله بيكون ماركات، مفيش اي حاجة محلي تماما. يمكن حاجات بسيطة جدا اللي هنلاقيها محلي، وده نقدر نعرفه بسهولة من خلال التيكت اللي بيبقى موجود على اللبس بتاعنا. انما بقى لبس العتبة بيكون لبس جديد وصناعة محلية، وفي بعض الحاجات مستوردة، لكن ما بتكونش ماركات. انما الماركات كلها في الوكالة، يعني الوكالة معروفة ان هي لبسها كله براند وماركة. تمام كده. وطبعا السعر هنا بيكون ارخص، يعني او احنا مش عايزين نقول ارخص، هو ده لبس وده لبس، ده حاجة نوعية من اللبس وده نوعية تانية. عشان كده احنا مش حابة ان انا اقول اي وجه تشابه بينهم خالص حقيقي يعني. وطبعا ده ليه زبون وده ليه زبون. في ناس كده تحب الحاجة جديدة بالتيكت بتاعها، وحتى لو صناعة محلية مش مهم عندها اي الكلام ده، المهم ان انا اكون اول حد يلبس الحاجة دي. طبعا انا صورت لكم كمان لبس في محل بالتيكت حريمي، لبس حريمي في محل ابو غالية ان شاء الله. برضو هتلاقوا الجولة موجودة، يا اما بقى تحت الفيديو، يا اما في عادي خالص هتفتحوا القناة كده هتلاقوا الجولات ورا بعض. تمام. هنا بقى بصوا الشوزات دي تحفة جميلة جدا. الحاجات دي بقى شغل العتبة، الشغل اللي انتوا شايفينه دلوقتي معايا ده مش شغل مستورد، لا ده شغل العتبة اللي احنا بنشوفه في العتبة، بس موجود هنا في الوكالة. فين؟ ناحية شركة الكهرباء، قصاد شركة الكهرباء بالظبط هتلاقوا شاب كده واقف بيبيع على العربية دي في الحاجات اللي انتوا شايفينها. وبالصدفة بقى ممكن تلاقي مقاسك، او لا هي دي القطع اللي موجودة عنده، بواقي، دي اسمها بواقي. تمام كده. بصوا اهو، بس الشغل ده ما بيكونش ماركات، ملوش علاقة اصلا بشغل الوكالة، بس بيبقى موجود هناك التصوير يوم الجمعة. ما ننساش ان التصوير يوم الجمعة، انتوا لو رايحين الجمعة ان شاء الله هتلاقوه موجود عادي جدا. عنده بقى حاجات صيفي، وعنده برضو شوية شوزات كده شتوي، وعنده سابوهات زي كده، وفي برضو شباشب بكعب كده، وفي حاجات برضو شباشب فلات، هتلاقوا كل حاجة. انا حاولت ان انا يعني بصوا اقلب لكم الحاجات كلها، واطلع لكم اكتر من ستايل او اكتر من حاجة موجودة، عشان تبقوا عارفين لو في حاجة مثلا مناسبة ليكم او حابينها تعرفوا ان هي موجودة ولا لا. تمام. بصوا، بس الحاجات لذيذة وكمان سعرها حلو قوي. طبعا انا نسيت كالعادة اقول لكم السعر هنا 75 جنيه، انا يمكن كاتباه على الشاشة 75 اي قطعة، سواء بقى شتوي سواء صيفي، اي حاجة سليبرات شباشب سابوهات، اي قطعة من دول سعرها 75 جنيه. انا كنت سامعة الناس يعني بيدوروا على المقاسات وكده، الله اعلم هنلاقي مقاسنا ولا لا، بس في مقاسات حلوة يعني، في مقاسات 40 و41 عادي جدا يعني. بس بالصدفة بقى انتي وحظك هتلاقي الحاجة نفس المقاس بتاعك ولا لا. تمام كده. احنا فين؟ احنا الفرشة دي موجودة قصاد شركة الكهرباء. تمام. ويمكن تظهر لكم في اخر الفيديو المنطقة بالظبط، يعني في اخر اللقطة كده هتشوفوا المنطقة فين بالظبط، قصاد ايه.
تمام كده. الناس اللي بيسألوا برضو عن ازاي اروح الوكالة من العتبة، هتنزلي محطة مترو ماسبيرو او محطة مترو جمال عبد الناصر. ولو عايزة تروحي العتبة طبعا من الوكالة هتركبي اي مترو، يا ماسبيرو يا اما جمال عبد الناصر، وهتنزلي فين؟ هتنزلي في محطة مترو العتبة. حبايبي بشكركم جدا واتمنى تكونوا اتبسطتوا بجولتنا. شكرا ليكم والسلام عليكم.